السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة ديال اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. اليوم هذه الوصفة هذه عبارة على علاج بالنسبة للنساء اللي عندهم الشيب المبكر أو لا الشيب بصفة عامة. كاين بعض النساء اللي كينوض لهم الشيب وهما باقين صغار، يعني كينوض في المنطقة ديال الشعر من القدام. هاد الوصفه هذه تاع اليوم عباره على علاج، ماشي وصفه ديريها وغادي تحيد لك الشيب في البلاصه. هي كتبغي انك تداومي عليها باش تعالجي المشكل من الجذور ديالو. هي علاش تسمات علاج، يعني باش تعالجي المشكل من الجذور ديالو، وباذن الله الا استعملتيها وداومتي عليها بهذه الطريقه اللي غنقول لك غادي ان شاء الله غادي تخلصي نهائيا من الشعر الابيض. وكاينين حتى بعض البنات اللي كينوض لهم شي جوج زغبات حتى 3 في الحاجب ديالهم، ممكن يستعملوا هذه الوصفه حتى هي بالشكل يستعملوها بالقطن ويدهنوا الحجبان ديالهم باش يعالجوا هذا المشكل ديال الزغب الابيض، يعني الشيب. المكونات ديال هذه الوصفه كما كتشاهدوا غادي نحتاجوا فيها الشاي الاخضر. هذا الشاي الاخضر بالنسبه للشعر البني ولا الشعر الاشقر. اذا كان عندك سيدتي الشعر اسود ممكن تستعملي الشاي الاسود. غادي نحتاجوا فيها الملحه الحرشه، ماشي الملحه ديال المطبخ، ناخذوا الملحه الحرشه لان الملحه الحرشه ما فيهاش اليود. وغادي نحتاجوا فيها البودره تاع اوراق السدر، يعني البودره ديال اوراق السدر. الا ما صبتوهاش ولا ما كانش عندكم ممكن تجيبوا اوراق السدر، يعني اوراق ديال النبق وتطحنوها غتعطيكم البودره بحال الشكل ديال الحنه. الطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه هذه سهله احبائي الاعزاء. غناخذوا 2 معالق كبار ديال اتاي، يا اما الاسود ولا الاخضر، ونطبخوه مزيان باش نحصلوا على هذا اللون هذا. ومن بعد احبائي الاعزاء غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الملحه الحرشه، وغادي نضيفوا 50 غرام ديال البودره ديال اوراق السدر. غنخليو المكونات نحركوهم مزيان. من بعد احبائي الاعزاء نصفيو هذاك الماء ونديروه في شي بخاخ اولا نديروه في شي قرعه ديال الزاج، ونبقاو ندهنوا به الشعر ديالنا، من زعما ندلكو بالفروه تاع الشعر، وخاصه المناطق اللي فيها الشيب. غتركزوا على المناطق اللي فيها الشيب ندهنوا بها، يعني المنطقه اللي فيها الشيب نفركوا البشره ديال الراس وندوزو حتى على الزغبه مزيان. ونخليو احبائي الاعزاء واحد المده ديال 45 دقيقه في الشعر ديالنا. ومن بعد احبائي الاعزاء ما نغسلوش بشامبو، نشلوه بالماء دافي. هاد الوصفه هذه فاش تبغيو ديروا احبائي الاعزاء حتى تكونوا الشعر ديالكم يعني نقي، مشيتوا للحمام يعني بنهار ولا بيومين، يعني الشعر تاعكم نقي ماشي موسخ بزاف، وتخليوها على الشعر ديالكم لمده ديال 45 دقيقه. وتعاودوا هذه الطريقه هذه 2 المرات حتى 3 في السيمانه. الا كان عندكم احبائي الاعزاء الشعر ديالكم دهني ممكن ديروها 2 المرات في السيمانه. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي ما فهمش شي حاجه او لا ما فهمش الطريقه ممكن يخلي السؤال ديالو في الكومونتير غادي نجاوب عليه. ونتمنى منكم ايضا انكم تتبعوا هذه الوصفه هذه الا بغيتوا تحصلوا على واحد النتيجه. كاينين الناس اللي تبعوها شهرين وتخلصوا نهائيا من الشيب، يعني عوضوا بلاصه الشيب ناض لهم الزغب ديالهم في اللون الطبيعي ديالو. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتدعموني وتزيدوا المزيد من الدعم للمزيد من العطاء. وكنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تنضموا للقناه الا ما كنتوش مسجلين، وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.